ما هذا الحمام الضخم. ازيكم؟ النهارده تاني حلقه من حلقات دعم اخواتي وحبايبي اللي بيعملوا اكل من البيت. النهارده هنجرب مع بعض اكل حادق بقى وحرش كده مصري اصيل من مطبخ رشا وشاري. تعالوا نبدا بالممبار بقى. انا عايزه اخش على التقيل على طول. الاسعار هقولها لكم على الاحجام اللي موجوده قدامكم دي. وحاجه مهمه جدا بقى قبل ما ادوق، هي انه دايما الصفحات تبقى مختلفه عن المطاعم في حوار ان انا اطلب فيجيلي الاكل دلوقتي حالا. لا، الصفحه او السيدات اللي بيعملوا اكل من البيت عموما لازم الاكل يكون فريش، فلازم تعمل الاوردر بتاعك قبلها بيوم، لان بتعمله لك انت مخصوص عشان يبقى فريش، عشان يبقى الاكل مش باين. تعالوا ندوق الممبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الممبار جميل، تتبيله حرشه ومليانه توابل. متحمسه اشوف اللي بعده. طبق الممبار ده ب 80 جنيه. تعالوا ندوق كفته الحاتي. اوه، شكلها بيتكلم. طبعا رشا وشاري بيعملوا كيترينج، يعني اي مناسبه اي فرح يقدروا يعملوا لكم البوفيه بتاعه. بسم الله. التتبيله بتاعتها حلوه، وطعم البصل والتوابل ملح وفلفل والحركات دي، وبهارات اللحمه باينه فيها، بس حاساها عايزه ايه، تتقرص عليها سنه في الشوي او في السوا. نص الكفته ب 120 جنيه. نشوف ده ايه. الرقاق هتبقى صينيه كبيره محشيه لحمه مفرومه وبالسمنه البلدي ب 200 جنيه، عشان الصينيه بتتعمل بصينيتها وبتطلع صينيه، لكن طبعا هي مش ضروري تعمل لي انا صينيه. تعالوا ندوق الرقاق. بسم الله. رقاق حلو قوي، حلو قوي قوي قوي. الرقاق رقاق حقيقي، مش مثلا مستخدمه جلاش وقال لك اصل ده رقاق، لا، رقاق حقيقي نوعيته حلوه. طعم السمنه اللي مستخدمها فعلا حلو. العصاج اللي جوه تتبيلته حلوه ومميزه، يعني تحس كده في طعم البصل المكرمل على سنه طماطم على سنه توابل كده، تحسها غريبه ارفع على حركات، وده مش مضيع طعم اللحمه، بالعكس طعم اللحمه ظاهر وطعمه جميل. وخلوا بالكم اننا نقارن صفحات بمطاعم كبيره واغلى من كده بكتير، فاحنا بنظلمهم، بس هم قد المنافسه وقد التحدي وبيتفوقوا على مطاعم على فكره. فعجبني الرقاق. نخش على الحمام بقى. ما هذا الحمام الضخم. هو ماله كبير كده ليه؟ انا متعوده على حمام المحلات اللي بيبقى قد كده ده. تمام، هي قالت لي ان الحمام اللي بتجيبه كبير، فانا ما صدقتش لما شفت بعناية بقى. بصوا الحمامية قد ايه، قد وشي تقريبا. جوز الحمام ده ب 200 جنيه. ده جوز حمام فريك. ندوق. بسم الله. الفريك فريك نوعية حلوة. الحمام كبير بس مستوي مظبوط. عاملة هي الفريك بخلطة بصل كده، برضو باين طعم البصل جميل، عامل ميكس مع الفريك حلو، ونوعية الفريك نفسه مستخدماه نضيفة، مش اللي هو مكسر ومعجن ده. صدر الحمامة كبير ومستوي كويس. اللي بعده ده بقى مشكل محشي. مشكل المحشي ب 50 جنيه. تعالوا ندوق محشي البتنجان. بسم الله. تحس انك رايح عند قريبتك كده وعامله لك المحشي بايديها، محشي بتاع البيوت المصريه يعني معروف. كوسه زي الفل. تعالوا ندوق بقى الكرنب. ده عشقي. ورق العنب عاملاه صغير قوي قوي نمانيم كده. بسم الله. في مزازه ورق العنب وفي طعم الليمون، بس كانت عايزه ايه تحشي الورقه زياده عن كده. ورق العنب والكرنب عجبوني اكتر من البتنجان والكوسه. اخر طبق معايا هو شيش طاووق. والشيش طاووق ده بينفع في العزومات قوي، او في الافراح او في المناسبات، كل واحد ياخد له سيخ كده ويروح. شيش طاووق ب 90 جنيه. تعالوا ندوقه. بسم الله. تتبيلته اقرب لتتبيله الفراخ الهندي كده، لانه حاطه فيه توابل كتير.
شويه عاملاه بطريقه مختلفه غير الطريقه اللي احنا متعودين عليها في المحلات او كده، بس برضو جميل، تتبيله حلوه، شويه فيها بهارات كتير بس لذيذه. طبعا الحاجات دي كلها تنفع الناس اللي بتروح الشغل مثلا، برضو عايزه وجبات. على فكره برضو عندهم وجبات مش مستويه، يعني متجهزه على السوا، فدي كلها حاجات لطيفه قوي بتساعد ناس كتير. ساعدونا انتوا بقى باللايك والشير، مش هدعم لوحدي يا جماعه، ادعموا معايا، زقوا معايا. لايك بقى وشير الفيديو عشان اللي ما شافش الفيديو يشوفه، وكومنت عشان اللي ما يعرفناش اصلا يشوفنا ويعرفنا ويعرف الناس دي ويروح يدعمها. وادخلوا عندهم واعملوا لايك وشير للصفحه بتاعتهم، واطلبوا منهم اوردر حتى لو صغير. بس كده، لو عجبكم الفيديو بقى برضه اعملوا لايك وشير، وما تنسوش تقولوا رايكم في التعليقات. لو انتوا بتشوفوني على اليوتيوب اعملوا سبسكرايب في قناه شفاستا، لو انتوا بتشوفوني على الفيسبوك اعملوا لي متابعه. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، باي باي.